انا مع القرار، والقرار هينفذ ازاي بقى؟ اقول لك بقى، النادي الاهلي مش هينسحب، النادي الاهلي هيتنفذ طلباته اللي هي ايه؟ الماتش هيتعاد. انت بتقول خدت 3 بونت يا عم، ماشي خد مني، انا موجود وانت موجود والناس هي موجوده. لو الماتش اتعاد ولعبوا انا مش هشجع الزمالك تاني خالص. قلتوها كتير بس بالنسبه لنا كده هم ما عندهمش مبدا. انت من اول الدوري عمال تقول التحكيم المصري التحكيم المصري التحكيم المصري، والنهارده جاي تقول انا مش هلعب الماتش غير بتحكيم مصري. انا ربنا اداني حقي ان انا شفتهم عطلانين زيي، كانوا عطلانين قعدت ادور عليهم ما لقيتهمش. القرار ده اثبت لي ان اداره الاهلي اضعف اداره في مصر. عمرو راحت فين؟ اسال مرتضى منصور السنه اللي فاتت. احنا رحنا الاستاد ولا ما رحناش؟ رحت الماتش. فين بقى الحمراء؟ 1 2 الحمراء راحت فين؟ فرقه 34 مليون يورو بتلاعب فرقه 12 مليون. اللعيبه بتاعتنا لسه ما فطرتش وخايف تيجي وخايف تيجي. انتوا فرحانين ليه؟ فرحانين ليه؟ يعني سبحان الله كانوا هم فرحانين فينا وقالوا الاتوبيس عطل والكلام ده كله. انا ربنا اداني حقي ان انا شفتهم عطلانين زيي، كانوا عطلانين قعدت ادور عليهم ما لقيتهمش. هم كانوا فين؟ بيبو 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 2 الحمراء راحت فين؟ 1 2 الحمراء راحت فين؟ شكرا يا بيبو، شكرا يا بيبو. لا 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 محمد ربي لا تديني دقيقه. طب ماشي ما انا صلي على النبي. فرقه يا جدعان بالعقل، فرقه 34 مليون يورو بتلاعب فرقه 12 مليون. اللعيبه بتاعتنا لسه ما فطرتش وخايف تيجي وخايف تيجي دلوقتي. بص مش عارف. لا انا بالنسبه لي كهلاوي انا كنت عايز الماتش يتلعب، لان احنا كده كده مستوانا احسن سواء تحكيم مصري او تحكيم اجنبي. عمرو راحت فين؟ اسال مرتضى منصور السنه اللي فاتت. اسال مرتضى منصور السنه اللي فاتت. مدريد نصر، محمد مدريد نصر بيتدربوا هناك. اسال مرتضى منصور. الحمراء راحت فين؟ الماتش لازم يتعاد. ليه؟ عشان الخطاب اللي طالع من لجنه الانديه، من رابطه الانديه، ان في حكام اجانب جايين يديروا يا الماتش. الحمراء ما جاتش ليه؟ ما تستفزنيش. كلمني انت بقى. هو ده كل سؤالنا. الحمراء كنا بندور عليها في الملعب، راحت فين؟ كلمني كوره والله يا ابني احنا رحنا كابتن، احنا رحنا الاستاد ولا ما رحناش؟ رحت الماتش. فين بقى الحمراء؟ انا ما رحتش. انا ما رحتش ليه؟ عشان انت ايه دورك النهارده في الموضوع؟ انا رحت. الحمراء راحت فين؟ خطيب النهارده زنقه نفسه زنقه وحشه قوي. انت النهارده يا تدي الماتش للزمالك وتدي بيراميدز الدوري، يا الا تطلع حنفي. هو استرجل صح؟ طلع راجل. مبروك بيراميدز. بس هو مستني عيد. هو مستني عيد. انت مش بتقول الماتش هيتعاد وانا مستني. انا هلعب دوري ابطال، بيراميدز اول الدوري، انا هلعب دوري ابطال، انت مش هتشارك في حاجه. هلعب كونفدراليه بقى. جرب. احنا كان المفروض نلعب لان احنا كنا هندوس على وشهم. احنا مستوانا احسن، اللعيبه بتاعتهم الماتش اللي فات كانت بتلف حوالين نفسها بالدليل دونجا. معلش بس كمل كلامي ثواني بس. احنا مستوانا ولاعيبتنا احنا عاملين صفقات، ما هم اصلا يعني هم بالنسبه لهم هم واقعين. المدرب لسه جاي جديد، احنا كنا هندوس على وشهم حرفيا، فاهمني؟ اول ماتش الكلام ده اخويا. ماشي انت اول ماتش ماشي. لا ده لا انت انت ما بتنافسش. ده لا انت في الملعب. ده انا زعلت ان انا احنا بقالنا سنين بنهينكم. بقالنا سنين انتوا ما بنهينكم. قدمكوش غير حاجه واحده بس، تروحوا تدوروا على اللعيبه. لا اللعيبه بتاعتنا موجوده. انت مع القرار؟ لا طبعا انا مش مع القرار. طب ما انا بلعب طول ماتشات الدوري بلعب بحكام مصريين، ازاي يعني اضيع؟ الزمالك كده مش بينافسنا، يعني دلوقتي الزمالك مش بينافس على الدوري اصلا. كده انت اديت الدوري لبيراميدز. 15000 رايح النهارده، وشوف الناس فتره بص من امتى وراحت من امتى. كل ده عشان تلغي ماتش ليه؟ يعني حرام. كل ده عشان حكام مصريين. طب ما في فار اللي بص اللي هيمشي علينا هو اللي هيمشي عليهم. ده قرار خطأ طبعا. هم مش بينافسوا على الدوري اصلا. يعني النهارده الماتش ده حتى لو هم كانوا كسبونا واحنا لعبنا، هم مش بينافسوا على الدوري. يعني هو مش بينافسوا. بيقول لك اصل ايه دلوقتي؟ بص هم طلعوا من يومين قال لك الحكام وعايزين حكام اجانب ومش حكام اجانب والهري ده. لما احنا قلنا بقى طالبنا بحكام اجانب، راح قال لك ايه؟ لا ازاي يعني حكام اجانب؟ وعملوا فيلم ويقول لك مسرحيه 100 100. ما عندهمش مبدا بالنسبه لنا كده. هم ما عندهمش مبدا. انت من اول الدوري عمال تقول التحكيم المصري التحكيم المصري التحكيم المصري، والنهارده جاي تقول انا مش هلعب الماتش غير بتحكيم مصري. طب فين التحكيم الاجنبي؟ بتقول معكش فلوس، خلاص الرابطه قالت لك هدفع لك، يبقى ما تصطادش في الماء العكره وتقول انا هلعب الماتش بتحكيم مصري. تعاني. مفيش حد بيتكلم على حوار الحكام من 11 الصبح. هو اللي عايز يعني مثلا الماتش متحدد من امتى؟
بنحدد من اسبوع مثلا، صح؟ في حد يطلع يتكلم النهارده الساعه 11 الصبح يعمل اجتماع يقول لك لا مش هنلعب الماتش، ما ينفعش. وجهه نظرك ان الخطيب ورط الاهلي؟ طبعا ورط الاهلي، هو كده كده اصلا ماشي. اسطوره ايه؟ اسطوره ايه؟ سيبك، انا كاهلاوي انا مش مقتنع النهارده. لا هو انا بالنسبه لي القرار، لا قرار غلط. واحد اتنين الحمراء راحت فين؟ واحد اتنين الحمراء راحت فين؟ نتكلم كوره واحد. ايه؟ احنا ولا معانا مجلس اداره ولا معانا لعيبه ولا معانا فلوس، طلعت من يومين يا كابتن. وكسبنا وعاملين نكسب وتعادلنا، وكنا هنكسب الماتش بتاع المره اللي فاتت الدور الاول كنا هنكسبه. معانا ربنا ومعانا كابتن بيبو، معانا ربنا وكابتن بيبو، الله يستر عليه. يمس عليك. بيبو 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 بيبو. جمهور الزمالك بقى بيهتف باسم الخطيب دلوقتي. عشان بصراحه هو عمل معانا واجب، ادانا 3 نقط هديه كده، بس كده كده الدوري بقى؟ هيبقى في صالح بيراميدز، بس احنا بنسعى على المركز الثاني. فرحان. فرحان. انت فرحان؟ ايوه فرحان. الناس دي اللي راحت الاستاد يابا النهارده من الصبح عارفه النادي الاهلي مش هيلعب، تمام؟ لان ثقه في ادارتنا ان النادي الاهلي مش هيلعب، عارف هو بياخد قرار الصح. انتوا بقى ماشيين بنظام الحكام. انا مش عايز اسمع زملكاوي من النهارده، معلش بالاحترام، يقول التحكيم المصري. التحكيم المصري ما ينفعش، الاهلي وزمالك انت بتدعم التحكيم المصري، انا معاك، ما بيحكمني في الدوري وهو موجود، مش هنقول لا. انا مش هنقول التحكيم المصري لا، احنا بندعم التحكيم المصري. اهلي وزمالك لا. عشان ايه؟ عشان الضغط يا عم، احنا بنرفع الضغط. الاهلي قالها 100 مره من سنين يا جماعه مش عايزين تحكيم مصري لاهلي وزمالك. اتكلمت انت قلت جمهور الاهلي لو عارف ان الاهلي الماتش هيتلغي، عارف ان الماتش هيتلغي وراح ليه بقى؟ صح كده؟ خلاص ده بالنسبه جمهور لنا. الاهلي لو عارف ان الماتش هيتلغي ما كانش راح، ما كانش بال المدرجات كلها. اسمع مني طيب، انا جاي اتكلم. جمهور الاهلي ما كانش بال خلينا المدرجات. دلوقتي بسيبك من اللي كان عارف. تعرف راح ليه؟ انت مع القرار؟ انا مع القرار، والقرار هينفذ ازاي بقى؟ اقول لك بقى، النادي الاهلي مش هينسحب، النادي الاهلي هيتنفذ طلباته اللي هي ايه؟ الماتش هيتعاد. انت بتقول خدت 3 بونت يا عم، ماشي خد مني، انا موجود وانت موجود والناس هي موجوده، انا موجود وانت موجود. اسمع مني يا عم، اسمع منه وارمي كانه واحد جاي طالع يتكلم كلمتين وخلاص. قرارات النادي الاهلي الماتش هيتعاد. هتقول لي لا، يبقى خلاص لو ما تعادش الاهلي مش هيكمل الدوري. انت شايف ان الاهلي هيكمل الدوري؟ طب لو ما تعادش يبقى الاهلي مش هيكمل، تمام؟ هيبقى كده هتبقى صهاد لا مؤاخذه زي ما بيقولوا على الدنيا كلها. لان النادي الاهلي لما ياخد قرار يا جدعان هو عارف هو بيعمل ايه، هو عارف هو بيقول ايه. انما انا نازل اقول للناس جمهور النادي ده اللي راح، انا ما حضرتش الماتش، لا انا نازل لهم انتوا صح عارفين انتوا يا عم، ده الاهلي ده بالنسبه له يوم وده عيد لينا. انت هتحرمني من، هتقول لي ان الاهلي مش هيحضر؟ لما الاهلي جنبينا اهو في الجزيره، الاهلي في مدينه، احنا فروعنا كتير يا عم الحاج، الاهلي مشبعنا والله. ما تقولش تحكيم، الزمالك خد 2 دوري ورا بعض اللي فاتوا دول بالتحكيم والمجاملات. وانا بقول لحضرتك انت بتقول لي الماتش هيتعاد وقرار ان الماتش هيتعاد، تمام صح؟ انت قلت الماتش هيتعاد، وانا من هنا كراجل زملكاوي واداره نادي الزمالك لو الماتش اتعاد ولعبوا انا مش هشجع الزمالك تاني خالص. قلتوها كتير بس انا اقول لك استنى يا احمد مسا قول. انا ممكن اقول حاجه. قرار مجلس اداره النادي الاهلي، القرار ده اثبت لي ان اداره الاهلي اضعف اداره في مصر. اهلاوي وهقولها قدام الناس كلها. ضعيفه في ايه؟ ضعيفه. احنا بره ضعيفه. الموضوع. انا يا باشا ثواني. انا كنادي اهلي وليا اسم وليا تاريخ وليا كيان. عمر ما الاهلي ينسحب من الماتش. انا رايح بعد 3-4 شهور العب كاس عالم. ازاي يبقى الجمهور كله يقول 1 2 الاهلي راح فين؟ ازاي انا كراجل العب؟ انا لو خايف من الحكام ما اجيش من الماتش، اطلع القرار من الصبح او من امبارح، ما اطلعش القرار قبل الماتش. ازاي ده يحصل؟ عمر في النادي الاهلي حصل. يعني كان في، انت زعلان كمان ان انت رحت الماتش وما لقيتش لعيبه. فين اللعيبه؟ معلش انا جايب لعيبه اللعيب فيهم بيعدل يعني بص 60-70 مليون جنيه، صح؟ انا غلطان. انا راح جايب بن شرقي وجايب مصطفى العش اعاره ب 26 مليون جنيه، وجايب مين الواد التاني دوت اللي هو الجراديشار، جاي اشوف جايبه بكام عشان اخد بيه الدوري، انام فيه الدوري، اخد في ماتش مهم زي كده انسحب. طب ازاي؟ انت حضرتك رايح وعارف ان الماتش هيتلغي؟ انا ما اعرفش ان الماتش هيتلغي. طب رد على صاحبك بقى، عشان صاحبك اللي قال الجماهير كلها هي اللي عارفه. بس انا هزنقه انا بقى. انت عارف ان انا اهلاوي وبتقول لي انا عارف انك انت اهلاوي قوي وبتسيب الزملكاويه تقول لك امام عاشور يا باشا. لا يبقى قول خليك محايد. تعالى بقى اقول لك على حاجه. انت بقى انت كمشجع للنادي الاهلي، انت كمشجع للنادي الاهلي رايح قبل المغرب، فطرت بره، خدت ابنك معاك، خدت بنتك، رحت مشوار لحد استاد القاهره
عشان الناس ما تروحش الملعب ده والله ينفع؟ العظيم 3 انا لو حاجز ماتش انا مش حاجز ماتش وعارف ان الاهلي مش هيروح، لا هروح وههتف واقول اللي انا اسم اللي ليه ما يخلينيش اروح. طيب ايه ده؟ لا ما غيرش. انا قلت للناس اللي راحت دي وعارفه ان هي، انا قلت الناس راحت وعارفه ان الماتش هيتلغي وانا صغير انت بتقول هروح واهتف، هتروح تهتف لمين؟ اما الاهلي مش رايح الاداره انا معاكم في القرار. اما الاداره روح ما راحتش انت هتروح طب هتروح هي ليه؟ ما انا انسحبت، انا هروح ليه؟ انت هتشجع انا انسحبت.